الاخير. انتوا هتتحبسوا جايين تكلموني؟ والله يا بيقول حبيبي، لك والله بنخلص العظيم، ما عليه. خلاص ما نقولش بقى، ما نقولش لا ما, خلاص بقى، الموضوع واتقفل ما انا ببعت من الصبح. موضوع واتقفل، ملناش دعوه جايين بيه وانتوا خلاص. هتتحبسوا تاخدوني معاكم؟ موضوع واتقفل. انا ما هو اعرفكوش. انت دخلت ليه؟ دخلت ليه؟ أنا... طيب بص بقى، قول يعني بقى. روقوا نفسكم كده عشان تركزوا معايا، معاك اوكي؟ احنا ها. مروقين مش متفقنا. انا من وانا صغير كان عندي علامه في وشي لونها غامق كده شويه. فالمهم في شيخ قال لي ان العلامه دي حاجه اسمها سفعه من الجن، يعني نظره من الجن، اوكي؟ ماشي. ماشي. تمام، يعني بيعجب بيك فبيسيب علامه في جسمك. كنت صغير يعني دي مثلا جنية. قولي ابتدائي كده. جن عاشق جنية. جنيه. يعني الجن بيبص لك بيعجب بيك، يقال ان هو لما بيبص لك بيسيب علامه في جسمك لازم. الكلام ده طبعا محدش حاطه في دماغه، وعدت سنين تمام. وسنين. تمام. وجيت انا اشتغلت في الشركه دي كانت بتدي كورسز يعني خاصه بالاذاعه وكده، اوكي؟ فجت بنت كانت بتاخد كورس معانا. فالبنت دي كانت بتجيب مامتها لانها من محافظه تانية. فمامتها كانت يعني ايه بتبصلي بطريقه غريبه شويه. فالمهم احنا بنضحك، احنا بنضحك لا على لا حاجه ثانيه، احنا بنضحك على حاجه ثانيه يا احمد دلوقتي. اقري الكومنت. هتطلع وحمه في الاخر. لا مش هتطلع وحمه، يا ريت يا ريت يا امان. كمل. المهم ايه اللي حصل؟ الست دي بدأت يعني تتعرف علينا عشان الكورس مطول وبتاع. فبدأت تقعد معانا في الروم بتاعتنا. لقيتها بتكلم واحد من زمايلنا، راحت خبطها على ظهره وقالت له ايه، انت هتسافر قريب. فالولد ده يعني لا كان لا حيلته ولا قدامه، وما كانش معاه اي فرصة، والدنيا خربانة خالص معاه. وجت عند بنت تانية قالت لها اللي بتحبيه مش هتتجوزيه، وهتتجوزي واحد تاني في مكان تاني. والبنت دي كانت بتحب واحد من زمايلنا اصلا. المهم جت لي انا بقى وراحت خبطاني على ظهري، قالت لي بص شيل المرايه من قدام السرير بتاعك. طبعا انا عمري ما صورت اوضه نومي، وانا اوضه نومي كانت المرايه قدام السرير بالظبط. ايوه ما هم بيبقوا في فراحت قالت لي شيل المرايه من قدام السرير بتاعك. علشان ايه بقى؟ علشان هم بيبصوا لك منها ومعجبين بيك. الكلمه دي اتقالت لي امتى؟ اتقالت لي وانا صغير. فانا نفضت لها بصراحه وما سمعتش كلام. المهم اولا الولد ده سافر السعوديه، دي رقم واحد. رقم اتنين البنت دي انفصلت عن الولد اللي كانت بتحبه وراحت شركه تانية واتجوزت واحد من الشركه التانية. لا والله. وجت قالت لي ساعتها وقالت لي ساعتها انت هتكبر وهيبقى مقامك عالي قوي. انا بعدها بفتره مسكت مدير الشركه دي. جيت في مره احنا في الصيف ووالدتي قاعده بره هي واختي وبيتكلموا، وانا نايم في الاوضه لوحدي ومطفي النور. وانا نايم بتيشرت كده ويعني تيشرت خفيف شويه وشورت. المهم وانا نايم عمال ايه نايم على ظهري كده وايدي الاتنين جنبي. انا فجاه لقيت حاجه عماله ترفع في التيشيرت لغايه اما التيشيرت وصل لغايه نص يعني ايه نص الصدر كده اللي فوق صدري كده عندنا. فانا ايوه بالظبط. فانا بقول لنفسي ايه وانا نايم، بقول لنفسي ده اكيد ده خيال. يعني انا متخيل احساس، عارف انت لما واحد يكون نايم ويحس احساس كده مش مدرك قوي ايه اللي بيحصل. المهم الموضوع لما افور وبدات احس بسقعه، فقلت لا انا هقوم واشوف ايه اللي بيحصل. واذا بيا قمت من النوم وفتحت عيني. انا اقوم من النوم. خد يا فادي تعالى هنا. خد يا فادي خد. دماغك راحت فين يا فادي؟ خد. قمت من النوم فتحت عيني ابص الاقي التيشيرت متني لغايه فوق كده كأن حد مكشكشه كده. المهم اتسرعت وقمت طلعت بره وفضلت قاعد فوق الساعه ما بنطقش. فايت النط. وماما واختي يقولوا لي يا ابني في ايه مالك؟ مفيش حاجه. في ايه مالك؟ مفيش حاجه. عدى الموقف. في ايه يا ابني؟ في ايه؟ مفيش حاجه. انا كويس يا بابا، انا كويس. مريم بتقول لك دماغنا كلها راحت مع زي فادي. المهم برضو انا عندت مع نفسي وما شلتش المرايه. ده ليه؟ جت الست دي ليه يا حبيبي؟
ماشي. هو اصلا متخلف بعيد عنك. بعيدا عن جت الموضوع ده، الست دي هم بيقولوا دايما كده ما تحطش مرايات في اوضه النوم مخصوص. احنا برضو عندنا في اوضه النوم مرايتين قد كده. لسه غباوه. ما دي الغلطه بقى، بس انا ايه، انا برضو ما ركزتش قوي فاهمه. المهم بيقع البنطلون يا بيه. كومنت. لا التيشيرت يا اتش عيب. اه المهم المهم انا عندت وما رضيتش اشيل المرايه. يا ابني انت مصمم يا ابني، انت مش هترتاح الا لما يعني مش عارف. جت الست لما نوصل البنطلون، جت الست وقالت لي ايه؟ قالت لي بص انت اتصلت بيا مره يعني يوم كده متضايق قوي، وقالت لي اتصلت بيا لقيتها بتقول لي ايه انت مالك في ايه اللي مضايقك؟ فانا قلت لها مفيش حاجه مضايقاني. قالت لي لا انت متضايق دلوقتي. فانا قلت لها لا والله ما متضايق. قالت لي لا الست دي جابت انت رقمك متضايق. ايه؟ هي جابت رقمك منين؟ ما هي بنتها معاها رقمي، خدته منها، الشركة. راحت متصله عليا. انا بنتها هي اصلا بتاخد كورس عندنا في الشركه. تمام. قالت لي انت متضايق ليه؟ قلت لها انا مش متضايق. ساعتها كان في كده مشكله كده بيني وبين والدي. فالمهم قالت لي ايه؟ قالت لي صالح ابوك. المهم عدى وقت ولقيت بقى ايه اللي حصل. نفس الاوضه نايم فيها تاني، ماشي، وانا برضو نايم على ظهري. يا فادي ما تروحش لبعيد. والله ما هترتاح، والله انت ما هترتاح. كمل مش راضي اجيبها البر. كمل. نايم وايه ونايم على ظهري وايدي برضو جنبي كده الاتنين. حضرتك انت نايم على ظهرك. وبعدين لقيت احساس ان في حاجه سخنه ماشيه على رجلي، عامله زي ايه بقى؟ عامله زي التعبان. عارفين التعبان؟ ده ما بتعرفش يا زكي. تاني يا زكي. وبعدين ماشيه على رجلي وعماله الحاجه السخنه دي تتحرك. المره دي انا فتحت يعني انا صحيت من النوم بس خايف افتح عيني. ليه بقى؟ من كتر الاحساس ما هو واقعي ان فعلا كاني تعبان سخن، يعني تعبان بس بدرجه حراره الجسم ماشي على رجلي. فانا خايف افتح عيني من خوف الموقف. وعمال يمشي ويتحرك. وصل لغايه فين؟ لغايه بطني. وبعد كده عمال يتحرك ودرجه الحراره برضو زي ما هي. وبعدين جه بقى ايه بقى اللي حصل؟ لقيت حاجه جنب ودني اليمين كأن وش حد. لا يا لا. كأن حد. انتوا نيتكم راحت لفين يا جماعه؟ كأن حد وشه جنب ودني. عارفه لما حد يكلمك في ودنك؟ فالمهم هو مش بيتكلم بقى، هو صوت نفس كده، تمام؟ والنفس سخن داخل في وشي، يعني جنب وشي حرارة النفس كده. وبعدين اتحرك وراح الناحية التانية على الشمال ونفس الكلام. اللقطة بقى المرعبة في الموضوع ايه؟ عارفين افلام الرعب لما بيجيبوا صوت كده اللي هو الشخصية المرعبة اللي بتيجي كده وبعد كده تخضك؟ فانت بتلاقي الشخصية دي بتعمل لك ايه الصوت ده؟ انا الصوت ده بقى سمعته. ماشي، عمالة تعمل الصوت ده وثابتة. وبعد شوية ما انا ما عملتش اي رياكشن لان انا خايف افتح عيني. لقيتها الحاجه دي بتقول لي ايه؟ يا صوت بنت، بس صوت بنت وحش. بتقول لي ايه؟ بتقول لي مش هسيبك 3 مرات. فانا من الخوف يعني خلاص انا بقى يعني يعني قربت اعمل على روحي، مش قادر افتح عيني وفي نفس الوقت مرعوب. فعماله ايه الصوت يعني بعد ما قالت الكلمه دي 3 مرات فضل النفس جنب ودني الشمال. فضل النفس جنب ودني الشمال وعمال يزيد وبعد كده ايه ما فتحتش عيني. نفس الصوت بتاع ده. وبعد كده بدأ ايه نفس الحركة اللي طلعت بيها الجسم ده نزل بيها تاني. وبعدين انا فوق النص ساعة بعدها انا ثابت خايف اتحرك. وانا عامله وخايفه افتح عيني. نفسي نايمه.
اقسم بالله فوق النص ساعه خايف افتح عيني. المهم رحت مفتح عيني منور النور وطالع اجري بره. طبعا. قابلت مين؟ مين؟ قابلت ماما واختي برضه. انا قلت مفاجأة ولا حاجة. يا ابني في ايه؟ مفيش. يا ابني في ايه؟ مفيش. يا ابني في ايه؟ انا كويس، انا كويس يا ماما، الحمد لله انا كويس. المهم رحت قايم زي الشاطر شايل المرايه من قدام السرير ماشي وايه وعدلت نفسي واحترمت نفسي. لا مش هدومي، عدلت نفسي وشلت المرايه. ماشي تمام ماشي تمام. المهم جت الست دي فجأة كده بعدها بفترة لقيتها ايه جاية يوم يعني مع بنتها وجايبة علبة كبيرة مليانة قطع جاتوه. المهم كل القطع لونها يعني القطع اللي هي الشوكليت دي ما عدا قطعة واحدة بيضة. وفجأة قالت للأوفيس بوي ايه هات اطباق عشان انا جايبة جاتوه للناس كلها. تمام. فالمهم الولد جاب اطباق وبدأ ايه هو بياخد ويوزع للناس. المهم جت عندي وقالت له ايه لا احمد حبيبي انا جايبه له حته، وراحت واخده الحته البيضه دي وحطها في طبق وتدهاني. فالواد تلقائيا جاي بياخدها منها عشان ايه يديها لحد. راحت مزعله الواد وقالت له لا دي لاحمد حبيبي. راحت واخده الحته دي ومصممه تدهاني. المهم انا خدتها بس انا ما كنتش مركز يعني مش مركز ان انا ما اكلهاش. جيت حطيتها على المكتب عندي وبعمل شغل وكل ما اجي اكلها حد يناديلي، كل ما اجي اكلها حد يناديلي. ربنا بينجدك. المهم نقول ايه؟ خرجت في مرة كان نفسي اكلها بس الحمد لله ربنا نجدك. المهم جيت في مرة خرجت رجعت لقيت واحد من زمايلنا خدها وكلها. الحمد لله. المهم جت بعدها قالت لي ايه بقى؟ قالت لي بقول لك ايه انا عايزاك بشنطة هدومك لبنتي. قلت لها قلتي لي يا حاجة. طب ثواني طب ما في حاجه كده ما في حاجه كده يعني غريبه شويه. حاجه غريبه. لا في موضوع الست دي في الاخر خالص لما هي بتقول له لما هي جايبه له ليه هو اللي هي حته الجاتوه البيضاء. معنى كده ان هي عرفت المشكله اللي عليه راحت بتحتفل بيه ان هو شال المرايه اخيرا. هو ايوه ده اللي انا اقصده. لا وحياتك يا فادي ده انا خمنت حاجه تانية خالص. هتجوزه ده انا خمنت حاجه تانية خالص. لا ليه؟ ايه قول. انت خمنت ايه؟ هقول لك. انا كنا جايين كنا رايحين بنعمل عرض مسرح. فانا عملت حركه غبيه كده معايا يعني وجبت البنت دي عشان ايه تعمل دور معين كده في المسرحيه دي عشان المسرحيه دي كانت عايزه شخصيه بطريقه معينه والبنت دي كانت تقريبا الشخصيه متفصله عليها. المهم جت مامتها معاها ما تسيبهاش. فراحت ايه الراجل المخرج قال لنا انا عايز من كل واحد صوره علشان هنعمل كارنيهات كده لمسرح وكده يعني. فالمهم جهزت الصور وجبتها. لا. ايه انت احمد خالد؟ لا انا احمد أيوة انا احمد خالد. انا عارفاه من اول مكالمه بقول هو والله العظيم. وبعدين اكتب بخيت انا عارفاه من صوته. ما انا احمد خالد بخيت. لا انا عارفه احمد خالد بس ما تدخلنيش في تفاصيل اكتر من كده. انا عارف منين وعماله اقول سبحانك يا رب في تشابه كده. هو بصوته بضحكته بكل عقل ومسرح وراديو. هو ايوه كمل طب ما قلتش ليه اول ما طلعت؟ انا مش مركزه. ما قلتش ليه؟ طب والله فعلا ما انا ما اعرفش. ما ركزناش والله. انا ما اعرفش ان انتوا مش عارفين. احكي لكم على حاجه. احمد خالد ده مامته مره كلمتني في يوم فاكر يا احمد؟ كنت انا الفتره دي ايوه عمليه وانا مامة احمد خالد انا عمري ما شفتها. لقيتها بتكلمني وبتقولي ده انا حلمت لك حلم كذا كذا، حكيت لي الحلم وده تفسيره ان انت تعبانه الفتره دي. الفتره دي انا ما كنتش حتى قلت على السوشيال ميديا ولا اي حد خالص عارف ان انا كنت بعمل عمليه. فاكر؟
مامتك بقى ما ايوه انا كنت ساعتها بكلم فادي وفادي حكالي. والحاجه فعلا ما قالتلكش شيل المرايه؟ لا يعني طنط ما شاء الله عليها يعني. الحاجه المشكله كنت بكلم فادي ساعتها وفادي حكالي انت ما كنتش فعلا منزله حاجه. ايوه بعدها مامتك كلمتني حكيت لي الحلم. ايوه فعلا. ايوه انا قلت وانا له بقول هي عرفت انا ازاي. قلت له ساعتها والله مامتك فيها حاجه لله ساعتها. لا في ناس انا ماما فعلا عندها موضوع الاحلام ده بتعرف بيه حاجات بتحصل في الحقيقه يعني. بس مين دي واحده اعرفها يا احمد. خلاص يا الاء بقى بلاش فضايح. اصل بقول واحده كانت معانا في واحده كانت ستوري معانا. عليها. طب ما انت فضحت نفسك وانا لا ده الاقي اللي فضحتك. لا انا اللي فضحته وبعدين ما فضحتوش. الاء اللي فضحتني انا كنت متنكر. بس هو اول ساعه ما فتحت انا بقول هو ده خالد. بس مكتوبه هناك حاجه تانية. انت عارفين الفيلم اللي كان بيقول لها كانت بتقول له انا بكلمك من تحت السرير يا اسامه. فتحتيني في الراديو يا بنت. لا بس اصل مش معقول قلت ايه يمكن صوته شبهه ماشي ضحكته شبهه ماشي لكن راديو ومسرح ولا بقى كده كتير. كمل. انا غيرت الاكونت من فتره سميته احمد بخيت ده اسم العيله فعشان كده انت ممكن تكونوا مش أيوة عارفين بس انا والله ما اعرفش انكم مش عارفين. انا فاكر ان انتوا عرفتوني من الصوره او من الاسم تاني. انا مش شايفه ما ركزتش يعني. الصوره مش باينه قوي. الصوره صغيره جدا. فانا عرفتك من الصوت. انت مسكت فتحت انا عارفاك من الصوت بس عماله اقول ايه فادي ما قالش يبقى اكيد مش هو. ما ركزتش اصل الحكاوي كتير عايز ما انساهاش. طب كمل. انا عملت حركه غبيه بقى. انا كان معايا كذا صوره وجبتهم كلهم. فالمهم انا بطلع للمخرج صوره فجاه لقيت البنت راحت شاده صوره مني بسرعه كده وقالت لها ماما الحقيقه يا ماما صوره احمد. فراحت امها قايله لها ايه بجد احتفظي بيها يا بت. ايه ده؟ والله العظيم زي ما بحكي لكم كده. المهم خدت الصوره وراحت اول ما ماما قالت لها كده راحت شايلاها في الشنطه على طول. نعمل له عليها عمل. ايوه احتفظ بيها بس. ايوه واحده بتقولي ده انت اوكس موكوس شفته في حياتي. لا انا قلت في نفسي ايه متخيلين ان في يوم من الايام كانت العقليه دي كان مديري. تخيلوا كان مديري في الشغل هذه العقليه. بلاش فضايح. كمل. المهم رحت ايه قلت لها انا قلت في سري بص اللي يعرف يحصلني يكسرني. لو هتعرف تجبرني اتجوزها تبقى فالحه. قابلوني بس وتقريبا طلعت امها ما بتعرفش تعمل اعمال. ما اتجوزتهاش برضه. لا طب بس بجد والله بس بجد يا احمد يعني هو دلوقتي احمد بيقول ان هو عمره ما يصور اوضه نومه اذا ما حدش يعرف تشكيله اوضه نومه من جوه عامله ازاي. ما امها دي بتتعامل مع الجن بالظبط. هو ده وش والجن بيخش البيوت ويشوف. هو دخل طب هي ليه تقول له شيل المرايه؟ علشان في واحده بتحبه من المرايه. لا مش هي اللي بتراقبه. في واحده هي عرفت. هو يا جماعه الموضوع قديم عشان تجوزوا لبنتها. الموضوع قديم انه انا من زمان طبعا شكلي الحالي اللي انتوا عارفينه مش هو ده الشكل اللي انا كنت عليه زمان. انا كنت شديد البياض وطبعا انتوا عارفين ان انا عينيا خضراء فشديد البياض وعينيا خضراء لدرجه ان عروق جسمي باينه من تحت جلدي من كتر ما انا ابيض قوي وشعري كان اصفر. فواحد تاني غير اللي انتوا بتشوفوه يعني غير اللي انتوا عارفينه خالص. عارفين احمد عيد لما قال انا يا باشا انا كنت كده بس قربت السنه اللي فاتت هو انا بالظبط. فالمهم كان شكلي حلو جدا. فالموضوع معايا من زمان اللي هو الحوار اللي حكيته لكم اللي انا كنت فاكره زي ما انتوا قلتوا ان هو وحمه فما طلعش وحمه طلع حقيقي. طب العلامه دي راحت بقى الست بقى لا حتى الان لسه موجوده. هي الست مش بتقول لي ان المرايه السبب. الست بتقول لي ده مدخل ان هم يبصوا لك منه. ده مدخل للجن عموما
المرايه أيوة قدام صح. السرير مدخل للجن عموما. أيوة، ده لان طاقه الانسان، ودي النقطه انت كنت بتتكلمي فيها من شويه الاء، طاقه الانسان عنده طاقه وهاله بتحيط بيه، بتقوى وتضعف على حسب ايمان الشخص وضعف ايمانه وشويه حاجات تانية طبعا. ايوه المكان نفسه يكون هالته كويسه، المحيط بتاعه يكون محيط هادي، والكلام اللي انتوا عارفينه ده. فلو طاقه الانسان او هالته ضعيفه بيبقى منفذ سهل لدخول الجن والشياطين. فامكانيه دخول الجن او مس الجن ليه وهو نايم اكبر. أيوة. عشان كده الجاسوم بيجي لك وانت نايم. صح. ف ف فالفكره ان هي عرفت ان انا اعرف اللي هم اللي بيعملوا حاجات اسمها ايه يا فادي، اللي هو المندل والمش عارف ايه، بيعملوه اصلا في مرايه، يعني الدجالين بيحطوا مرايه. ايوه صح. صح. هم ساكنين صح. في المراية. وحتى احنا كافراد مامورين ان احنا ما نبصش في المرايه كتير. ايوه ده حقيقي فعلا، ما تبصش في المرايه كتير. فلما انت تكون سايب مرايتك قدام سريرك وانت نايم، فانت في اضعف وقت وانت نايم، فبالتالي هو منفذ كويس ان هم يشوفوك منه. فهي مش بتقول لي احنا بنتابعك منه. نايم يا ريتك كنت نايم، هم افتكروك نمت. ما هو بتغطي بقى لا انا كنت نايم في المرتين. مريبه يا احمد. لا يا جماعه، انا كنت فعلا نايم في المرتين. انا قمت. انت في المرتين يعني انا كنت نايم في الاول بس قمت، لان اللي حصل يبدو حقيقي. انتوا فهمتوا غلط. انا في المرتين كنت نايم فعليا. ايوه انا قمت من النوم لان اللي حصل يبدو حقيقي جدا. يعني الاحساس اللي انا حسيته بدا حقيقي. اول مره لما التيشيرت حصل رفع كده، انا كنت فاكره حلم، لكن قمت لقيته حقيقه. فهمتوا؟ فدي النقطه الاولانيه. لسه رحت في النوم، لا انت كنت نايم وصحيت على ده. لا يعني تخيل، يعني هم بيبقوا قاعدين في المرايه عاملين كده بيتفرجوا علينا بجد. يعني احنا بنبقى قاعدين في المرايه وهم قاعدين كده بيتفرجوا. في شقه كان ساكنين في شقه في مدينه نصر، واحنا كنا الدور الاخير. المهم الشقه دي احنا على طول من ساعه ما جيناها هي كانت مقفوله بقالها سنين، مقفوله على المحاره، وفيها عفش قديم مركون بقالها سنين. صاحبه العفش ده توفت من زمان، وولادها سابوا الشقه فوق مثلا 10 سنين مقفوله. حتى ولادها اصلا ما جوهاش. يعني هي الست اللي استلمت الشقه وقفلتها وتوفت، وولادها ورثوها وسابوها. المهم احنا اشتريناها منهم وخدنا الشقه دي ورحناها. اول مره دخلنا لقينا العفش موجود جوه، والحاجات دي مركونه بقى لها سنين مع عليها تراب. وهم قالوا لنا احنا مش عايزين الحاجات دي، يعني ارموها او تتبرعوا بيها لاي حد، واحنا مش عايزينها. المهم احنا رحنا وزعنا الحاجات كلها اللي كانت في الشقه وطلعناها، وبدانا نوظف في الشقه. المهم خلصنا الشقه وتمام وظبطناها، وبدانا حطينا جبنا العفش بتاعنا وسكننا. احنا لما رحنا الشقه دي جبنا كل العفش جديد، فسكننا. من ساعه ما سكننا بقى الشقه بالليل كانت معموله كلها رخام، والرخام ده يعني بالليل لما تطفي كل انوار بتبقى الشقه منوره، عشان الرخام كان فاتح مع الازاز عسلي، فانت شايف الشقه كلها منوره. فحتى لو ضلمه كلها في نور. فمن ساعه ما سكننا دايما كل ما ابقى خارج من اوضتي الاقي خيال بيعدي. ادخل المطبخ احس ان في حاجه مثلا كانت رايحه ناحيه الشباك، اجي داخل الحمام احس بخيال في الاوضه كأن في حد ماشي. فاهم؟ فانا يعني كل الاوقات دي اما ببص ما بلاقيش حاجه، وبعدين ابقى قاعد نايم في اوضتي الاقي ماما بتناديلي يا احمد، فاقوم قايم رايح لها ايوه يا ماما، تقول لي انا ما ناديتش يا ابني. اقول لها ازاي ما انت لسه مناديالي؟ والله ما ناديت. فانا قلت يا انا معتوه يا اما يا اما انا اتخيلت. فارجع تاني وانام. المهم يعدي وقت والاقي ماما تاني بتقول لي مثلا يا احمد تعالى، فاقوم رايح لها ايوه يا ماما، الاقي ماما نايمه. يا جماعه في يا جماعه؟ الحاجه نايمه اكيد ما ناديتليش وهي نايمه ونايمه يعني. انا كل قصصي رايحه في اتجاهات مش مظبوطه. المهم جيت في مره ولقيت ماما هي اللي جايه بتقول لي ايوه.
بتبدل معاه. بتقول لي ايوه. بقول لها ايوه ايه؟ بتقول لي انت مش ناديت لي؟ بقول لها والله ما ناديت لك. المهم جيت في مره عيان وعندي برد وتعبان جدا، فماما دخلت قالت لي ايه، اعمل لك ليمون؟ فانا قلت لها ماشي وخرجت. فانا بعديها بدقيقه لقيت ماما داخله تاني بتقول لي اعمل لك ليمون. فانا قلت هو في ايه؟ قلت لها ايوه. فخرجت لقيت ماما داخله تاني بعد نص دقيقه قالت لي اعمل لك ليمون. قلت لها ايوه. ده عفريت عنده زهايمر. بعدين راحت خارجه وداخله تاني. بعد ايه؟ بعد ربع دقيقه قالت لي اعمل لك ليمون. كل شويه المده بتقل، وخرجت. ماشي. وبعدين بقى الموقف ماشي ازاي بقى؟ ماما تخش اعمل لك ليمون، 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 اعمل لك ليمون. يا لهوي. ايه العظيم، زي ما يكون حد مسرع فيلم وعمال ايه ورا بعض ورا بعض ورا بعض بسرعه، لدرجه ان انا حصل لي ايرور. انا مش مرايق، انا عمال ادوخ من كتر ما بقت بتدخل بسرعه لدرجه انا ما بقتش شايفها وهي داخله وخارجه. انا شايف خيال كده بيدخل ويمشي بسرعه. اعمل لك ليمون، اعمل لك. المهم في الاخر ماما ما عملتليش ليمون. انا ما اعرفش، انا اصلا كنت بتخيل من الاول ولا ايه اللي حصل. يا لهوي. يا ريت عملت لي ليمون بعد كل ده. المهم عدى وقت ولقيت ايه، قاعد في يوم في الشقه لوحدي، مفيش حد خالص. عدى وقت اللي هو كلهم خارجين وانا عارف الموقف ده. وانا ماما معودانا من زمان قوي من واحنا اطفال ان احنا لو هي خارجه مفيش حد لازم تقفل الترباس. ايه؟ احنا مكملين عادي. اصل انا عايز اقول لك احنا قعدنا نوضف فيها كام شهر، ما عملتش حاجه ولا اتحركت من مكاني. انا كنت عيان. هنقول انها سخونيه. هقوم اهرب ازاي وانا عيان يعني؟ يعني انت شفت قدامك المشهد ده قلت لما ابقى اخف بقى يعني. ده كان رد فعلك. انا قلت اما ابقى اخف بقى صح. المهم عدى وقت وقاعد في اليوم ده لوحدي ومفيش حد خالص في الشقه، وقافل الباب بالمفتاح والترباس. احنا عندنا بقى ايه، ترباس ومفتاح والدنيا ايه يعني امان. قاعد في يعني على كنبه سرير كده. كنبه دي في طرقه، الطرقه دي بتودي على الاوض، واخرها اللي هو الاوضه اللي جنب الاوضه اللي جنب الحاجه اللي جنبي بالظبط الحمام، يعني اوضتي الحمام. المهم قاعد ما انا قلت لها كل مره اعملي لي، بس ما اعرفش كانت بترجع تاني تسالني نفس السؤال. المهم قاعد في امان الله كده وباصص قدامي ومنور نور الاوضه بتاعتي بس ونور خفيف في الصاله. واذا بايه بقى، الاقي بطه بيضه معديه من الطرقه ماشيه ودخلت الحمام. ايه التخيلات دي؟ المهم انا بقى بقول لنفسي ايه، هو اللي انا شفته ده حقيقي؟ بطه بيضه كبيره، لا بطه بيضه ماشيه بتبقلط قدامي كده، مش بتجري. دي ماشيه. لا ما هو انا بقى كنت هقول لكم انا ممكن اكون انا مجنون لو كنت بشوفها لوحدي، لكن هي جت في مره وقالت لي انت ناديت عليا، فمعناها ان هي كمان بتشوف اللي انا يعني بتسمع اللي انا بسمعه. هي ساكته ليه يعني مامتك ساكته ليه يعني؟ هنعمل ايه يعني؟ بقول لك صارفين على الشقه كتير قوي. هناخدها بعفارتها. المهم قمت انا من كتر ما انا شايف البطه قدامي حقيقيه، قمت ادور عليها في الحمام. دخلت ما لقيتش حاجه خالص، لقيت الحمام مطفي وفاضي ومفيش اي حاجه. كان عندي نفس الحوار ده في بيت جدي كان في شبرا. بيجي بالليل الناس كلها نايمه والدنيا هص
والدنيا رايقه تمام، ونلاقي ايه بقى والجو هادي خالص، ونلاقي ايه بقى حد بيطبخ في المطبخ والصوت كل المراحل بتحصل، الحلل والمواعين وفتح الميه والتقليب وفتح علب التوابل وحد بيولع النار. والله العظيم نقوم ما نلاقيش حاجه، ندخل ننام نسمع الصوت ده. فضلنا على كده لغايه اما الشقه دي برضو ايه اتباعت. بس دي نبذه من الحكايات اللي عندي، لغايه اما يجي يوم تاني واحكي لكم يعني حكايات جديده. كل دي نبذه؟ والله العظيم كل دي نبذه، يعني انتوا يصحوا لي يوم من بدري افتحوا لايف وكلموني. دي مقدمه القصه. ايوه بقول لك الشقه دي احنا قعدنا نعرضها مثلا 2 عشان تتباع، وكل اللي يجي تعجبه قوي ويمشي ما يرجعش. ربنا نجاته. والله العظيم كل اللي يجي تعجبه جدا ويمشي ما يرجعش. ربنا نجدها نوسة. اتباعت بعد 2 زمانه بيحاسبن عليكم في كل صلاة. بقول لكم استنوا الراجل اتصل بينا بعد مثلا 10 15 سنه مثلا، بيقول لنا ايه بقى ان هو عايز يرجع لنا الشقه. قال لكم السبب؟ لا ما هو ما قالناش بقى اي حاجه تخص الموضوع ده، قال لنا ده انا الشقه ومش عارف ابيعها ومش عارف ابيعها وانتوا خدوها. والراجل كان مصر يعني عمال يجري ورانا ويلاحقنا ويشوف ناس تعرفنا يتصل بيهم بس ما قالناش في عفاريت. بس دي حاجه ما بتتقالش. ما بيتقالش الصراحه، يعني بتقال ليه حد يقول حاجه واحنا ما قلنالوش. ونعم الامانه. كانت لا ظبط كده دي نبذه عن حكاياتي، ولو انتم عايزين الجزء الثاني يبقى لايف تاني ان شاء الله. هكلمك قبل هنطلع فيه مع بعض واحكي لكم الجزء الثاني. ماشي.